في تجربة العلماء بيعملوها من عشرات السنين عشان يعرفوا ازاي الإنسان بيسيطر على نفسه. التجربة دي اكتشفوا إن هي بتأثر على المخ والهرمونات وكمان السلوك. التجربة دي ملايين الناس بيعملوها وهم مش واخدين بالهم، أو بيعملوها كل سنة. والتجربة دي هي الصيام. بس السؤال الحقيقي، ليه بعد ما بتخلص التجربة دي في ناس بتطلع أقوى وأنشط وكمان أكتر تحكم في نفسها، ده غير العادات السيئة اللي بتسيبها، وفي ناس بتطلع كأن لم يكن، وكأن ما عملتش أي حاجة، ده بالعكس طالعة تعبانة شوية من الصيام. اديني ودنك بقى وركز معايا لحد الآخر، عشان الموضوع ده بالذات مش زي ما انت فاهم. ما تنساش تسيب اللايك بتاعك، عشان ده بيبقى دعم ان المحتوى يكمل وينتشر وناس غيرك تشوفه.